السلام عليكم متابعيني. بتسمع صوت طقطقة في الركبة، بتطلع السلم بصعوبة، بتيجي تسجد في الصلاة ما بتقدرش تطلع، يبقى كده حضرتك بتعاني من خشونة. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم على الكولاجين البحري والكولاجين البقري. طبعا اللي احنا عايزين نعالج الخشونة قبل ما نوصل لمرحلة الحقن عن طريق طبيب متخصص. الطقطقة اللي بتحصل في الركبة دي وصعوبة طلوع السلالم والصعوبة في القيام من السجود، ده نتيجة ان السائل الزلالي اللي بيرطب الغضاريف بيقل وبيحصل تآكل في الغضاريف. يبقى احنا كده محتاجين علاج كولاجين يعني خشونة، والخشونة يعني كولاجين. طبعا انا هكلمكم النهاردة على البينوجين دي اكياس بتحتوي على كولاجين بحري وكولاجين بحري وبقري دبل سورس. الدور الكولاجين البقري عندي هنا ان هو بيرمم الغضروف، في نفس الوقت الكولاجين البحري بيعوض السائل الزلالي اللي بيقل معايا مع السن ومع الوقت او مع بداية الخشونة. وهو بيجي بطعم الموز، البينوجين بطعم الموز، يبقى طعم مستطيل لما بقلبه. طيب هو بيحتوي على تقريبا 9000 التركيز، وفيتامين سي 30 مللي جرام كمضاد للاكسده، يبقى في حالات خشونه الركبه وفي حالات المفاصل. الكولاجين اللي عندي هيدرو لايسيت يعني جزيئات صغيره يقدر الغضروف يمتصها، بالتالي ارمم التآكل اللي حصل. وفي عندي منتج تاني اسمه دولاجين ده 10 كيس ب 265 متوفر برضو، ده بطعم البرتقال او اليوسفي. وعندي البينوجين ده بطعم الموز، ده ال 10 كيس ب 220. الاثنين بيحتوي على كولاجين بحري وبقري دبل سورس، وفي نفس الوقت فيتامين سي كمضاد للاكسده. يبقى انا كده بحاول ان انا برمم الغضروف وبزود السائل الزلالي. تحياتي ونرحب باي استفسارات لحضراتكم. السلام عليكم متابعيني. انا جاي اكلمكم النهارده على الشد العضلي الكرامبس. الشباب اللي بيروح الجيم وبيروح بالليل بيلاقي في شد في الفخذ او في عضله السمانه. كبار السن بالليل بيجي لهم كرامبس او شد عضلي. النهارده هكلمكم على الموفيليكس. طبعا ده بليه دواره، الماده الفعاله عباره عن مغنيسيوم وزيت الوينتر جرين اللي معروف ان هو فيه ماده الميثايل سالسيليت كمضاد التهاب، ومعانا فيها برضو معانا زيت حبه البركه. الموفيليكس ده بليه دواره، انا طبعا برشحه لان هو بيبقى سهوله استخدام، يعني انا مش محتاج ادور على حد يرش، بالذات لو انا حد من كبار السن وقاعد لوحدي مثلا او حد يدهن لي. وانا طبعا والدتي استخدمته ومدي نتائج كويسه جدا. بالنسبه للشباب او البنات اللي بيروحوا الجيم بيجيلك شد عضلي في السمانه او في العضله، انا بقدر استخدم موفيليكس بليه دواره او رول اون، سهوله استخدام على منطقه السمانه، عضله السمانه او عضله الفخذه او منطقه الرقبه او منطقه الكتف. كل دي مدي نتائج هايله جدا جدا. المنتج الثاني اللي هكلمكم عليه النهارده متابعيني الكرام هو الفروست بليه دواره برضو. ده هنا الماده اللي فيه المنتول دي له اللي هي ليه كولينج سنسيشن او احساس بالبروده، وبالتالي بيقلل الالتهاب. وفي نفس الوقت معانا في زيت الكافور اللي هو معروف ان هو بيزود الدم لو انا هستخدم كمساج. يبقى اذا الفروست سبراي هستخدمه، ده هيصلح معايا في حالات خشونه الركبه، الم اسفل الظهر، كمسكن للالم ومضاد للالتهاب. انما بالنسبه للحالات اللي انا محتاج فيها كبسط للعضلات او لحالات الشد العضلي، لحالات جيم، زي ما في اول الفيديو ان احنا هنستخدم الموفيليكس لانه بيحتوي على ماده المغنيسيوم المعروفه انها بتستخدم كباسط للعضلات او غذاء للعضلات. تحياتي.